مش متخيل ان الاقي الكائن ده في الكوسه، بجد ايه الرعب والقرف ده. شكلي كده هاخدها واحطها في بطرمان واربيها. حظها كان حلو، لقيت بطرمان فاضي، فيلا ناخده بقى ونحطه جواها. غسلت البطرمان ونضفته وكل حاجه. يلا نجيب الدوده والكوسه نحطها جواه. وهنا ابتديت ان انا افتح الكوسه وكنت قرفان وقلقان قوي. ولا اكن حاجه حصلت، لان احنا مش بنخاف ولا بنقرف. ناخد البطرمان نحطه جواه طينه. مش قادر اطلعها بجد. ايه القرف ده؟ الكبريت ده هو اللي هيطلعها. حاولت ان انا ما استخدمش ايدي واستخدم عود الكبريت في تطليعها. بص شكلها عامل ازاي، ايه ده، ديناصور. وخدت زروطه حطيتها في البطرمان، وحطيت باقي الكوسه بحيث ان هي تروح تاكل منها يعني. وخرمنا الغطا من فوق للزروطه عشان يخش لها هواء. وخدت الزروطه حطيتها على المكتب وتمت العمليه بنجاح. بصوا بقى تاني يوم ايه اللي حصل. ايه ده، ايه القرف ده بيض ده ولا ايه؟ هو ايه ده بجد، هي شكلها باضت ولا ايه، ولا ده بيض ولا بيبيده ولا ايه ده، ايه ده. لكل واحد سأل هي زروطه اتحولت لفراشه ولا لا. يلا بينا نشوف. طبعا ده اليوم الاول لما لقيناها بيضه. كل اللي كان بيسأل على الدودة هي عاملة ايه ويعني هي راحت فين، انا ذات نفسي معرفش راحت فين. ربنا اختفت. استنى اوريكم. بفتح البطرمان لا بيا ولا عليا، فجأة لقيت دبان. ايه ده، هي راحت فين، هي اتحولت لدبانة ولا الفراشة ولا ايه ده. الفضول خدني فحبيت ان انا ادور عليها بنفسي. هي فين زروطة، اين هي زروطة؟ ما بتردش. هي ساحت في قلب الكوسة ولا ايه؟ انا بجد مش لاقيها. قعدت ادور في الكوسة تانية برضو مش موجودة. انا كده مش لاقيها. زروطة اختفت. وانا بقى هسيب البطرمان وهشوفها هتطلع تاني ولا لا. وهنا في بيض. انا قاعد للبطرمان وهشوفها هيطلع دود تاني ولا لا، لان انا مش لاقي زروطة. انا هستنى البيض لغايه اما يفقس واشوف يا ترى هيفقس ولا لا. يا رب يفقس ويطلع لي زراريط صغيره. بس عندي احساس ان هي موجودة وتحت الطينة. يا رب تكون موجودة وتكون تحت الطينة. وحشتيني يا زروطة. وربنا مش مصدق نفسي، زروطه طلعت عايشه. استنى اوريكم. هي ايه اللي نزلها في اخر بطرمان كده؟ بصوا، زروطه طلعت عايشه. تخيلوا طلعت دفنه نفسها تحت الطينه وعملت شرنقه بجد. هيطلع لي فراشه. وبكده بقى انا منتظر زروطه باطلالاتها الجديده. وده اليوم الاول وابتدى شكلها فعلا يتغير. وده اليوم التاني وبص شكلها ابتدى يتغير ويطلع فيها خطوط كده. وده التالت حسيت ان هي تولت. وده الرابع بقى حاسس ان هي حصل فيها نقط سودا كده، شفتوها. وهنا بقى ده اليوم الاخير واتحركت فيه وبجد ما كنتش مصدق نفسي. وهنا بقى المفاجاه اللي ما كنتش متوقعها. ايه ده، هي اتحولت فراشه بجد. انا مش مصدق نفسي بجد. لو بتلعب حديد مش هيبقى جسمها كده. ايه الرعب ده؟ يعني. تخيلوا معايا ان الدوده الكبيره دي اتحولت للفراشه الضخمه دي. وكمان بصوا عينيها لونها اخضر ولسه محتفظه بالخضار بتاعها. يعني ايه الرعب ده بجد. بصوا يا جماعه. وكمان حاسس ان هي بتبص لي قوي قوي كمان. ايه الرعب ده يا جماعه، والله بصوا اكنها بتبص لي قوي. ايه ده. طبعا صعبت عليا ان هي تفضل في البطرمان والمنظر الجميل ده يفوتها. طبعا قلت ان انا احررها لان ده مش مكانها خالص في البطرمان. فقلت افتح واخبط لها كده عشان تخرج، فخرجت. سلام يا زروطه، سلام، هتوحشيني اقسم بالله. مع اني كنت مبسوط بمنظرها وشكلها ان هي معايا وصورتها في كل لحظه كانت بتطلع فيها، بس ما حبيتش ان هي تفضل تطير في البطرمان كده وتتزحلق وتقع. فقلت ان انا لازم اخد الخطوه دي واحررها، لان بجد يعني ده مكانها وربنا خلقها حره. فانجوي يا زروطه، وما تنسيناش يا زروطه انك تجيبي عيالك وتبص علينا.